ذكرت أنها تزوجت وكانت حائضا وأحرجت في الحقيقة في أن تقول لزوجها. الحقيقة يجب أن نوجه توجيها هنا أيضا، علينا ألا نخشى في الله لومة لائم، وهذه المسائل لا يستحيا منها لأنها حق، ولو قيلت للإنسان في وقته لربما ارتدع عن فعل غير مشروع وقع فيه بسبب هذا الحرج الذي وقعت فيه هذه المرأة. حقيقة أنصحها في هذه الحالة أن تتصدق بشيء من المال. أهل العلم قالوا تتصدق بقدر درهم، وهذا عند بعض أئمتنا من أصحاب المذاهب كالإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى وغيره، فعليها أن تتصدق بقدر من المال وتطلب من رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه أن يعفو عنها فيما ارتكبته وفيما وقعت فيه. وأود من إخواني المشاهدين والمشاهدات أن يتعلموا هذه الحقوق وهذه الواجبات، وأن يؤدوا حق رب العالمين سبحانه وتعالى فيها، ولا يتحرج العبد من أمر وقع فيه وهو من الأمور تعد الطبيعية أو الحاجات التي تقع على النساء، أو أمور حتى تقع على بعض الرجال في بعض الأوقات. فعلينا أن ننصح لأنفسنا وأن ننصح لربنا سبحانه وتعالى جل في علاه.